بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبناء التلاميذ، بنات التلميذات، متابعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم مع أستاذكم. إذا نبقى دائما في الوحدة السادسة. اليوم وصلنا إلى الحصة السادسة. في الحصة الخامسة كما تتذكرون شفنا نفس العنوان: حل معادلات من الشكل AX مربع زائد BX زائد C تساوي صفر، يعني معادلات من الدرجة الثانية لمجهول واحد X في مجموعة الأعداد الحقيقية R. في الحصة الخامسة شفنا ألف حل هذه المعادلات باستعمال المتطابقة الشاهرة، يعني كاينة معادلات من الدرجة الثانية بمجهول واحد AX مربع زائد BX زائد C تساوي صفر. تقدر تحلها إما باستعمال المتطابقة الشاهرة الأولى أو الثانية أو الثالثة. اللي ما تابعش ذاك الفيديو لازم تتابعوه باش كساعة تجي تتابع الفيديو هذا. اليوم إن شاء الله معنا في هذه القناة المميزة راح نشوفوا حل هذه المعادلات AX مربع زائد BX زائد C تساوي صفر، ولكن باستعمال تقنية أخرى. إذا فلننطلق معا. لاحظوا وليداتي، هنا عندي هذا المثال الأول، نحل في R المعادلة 3x مربع زائد 14x ناقص 5 تساوي صفر. صح، واحد منكم شاف الحصة اللي فاتت، الفيديو السابق، شاف العنوان ألف، يقول لك: أنا أستاذ أنت قلت لنا في الحصة الماضية باللي المعادلة كما هكذا نقدر نطبقوا عليها متطابقة شاهرة، إما الأولى أو الثانية أو الثالثة. وتقول لي: يا أستاذ أنا راني نشوف باللي هذه بالك هذه تقول لي باللي نطبقوا عليها المتطابقة الشاهرة الأولى اللي هي مربع مجموع. نقول لك أنا وليدي تفضل تبدأ تخدمتها. واش ديرتها؟ تروح تشوف نتايا هنايا 3x مربع، تكتبها جذر 3x وتربعها. أخي صح. تروح تقول لي نخلي الحد الثاني، قلنا الحد الثاني من الدرجة الأولى نخليوه نرجع ليه من بعد. هنا ناقص 5، تقول لي نكتبها جذر 5 مربع. صح. نقول لك وليدي كمل. صح. كي تجي تكملتها تلقى زوج مشاكل. المشكل الأول وشنو هو؟ من المفروض هذا مربع يكون قدامه الزايد، ما تكونش قدامه الناقص. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الدوزيام، من المفروض الحد هذا كيفاش نجيبه من ضعف الأول في الثاني. نضرب 2 في الأول جذر 3x في الثاني جذر 5. من المفروض كي نضرب هذو الضعف نجيبه من عندي 2 في هذا من نورمالمون نلقاو 14x. اسكو هذا يمدلنا 14x؟ ما يمدش، راح يمدلنا 2x في جذر 15. إذا هذا المشاكل الزوج هذو مشكلة. واحد آخر يقول لك: أستاذ أنا بالك نضرب الطرفين منا في ناقص وناقص باش يولي هذا زايد، هذا الصفر نضربوه في الناقص واحد يولي صفر، وهذا نضربوه هنا في ناقص واحد تولي ناقص، وهذه تولي هنا ناقص، وهذه تولي زايد. وبالتالي نحيت المشكلة نتاع الناقص اللي قدام هذه نقدر نكتبها. ولكن هاك وليت الحد هذا زاد درت قدامه الناقص ثاني، الناقص ظهرت قدام الحد هذا. إذا مشكل. حتى تبقى عندك المشكلة تاع قبيل، لما تضرب 2 في جذر 3 في x في جذر 5 ما تساويش 14x. إذا خلاصة الكلام وش معناته هذا؟ هذه خلينا نرجعها كما كانت: 3x مربع زائد 14x ناقص 5. خلاصة الكلام يعني هذه ما تقدرش تطبق عليها متطابقة شاهرة، لا الأولى لا الثانية لا الثالثة كما راهي هكذا. إذا المتطابقات وش تفهم انت من الهضرة هذه؟ صافي المتطابقات الشاهرة الثلاثة هذوك اللي قدرناها في الحصة الماضية، انتم كنتوا قادرين تطبقوهم على بعض المعادلات برك، على حالات خاصة، على هذيك المعادلات اللي تصلح لها المتطابقات الشاهرة. ذوك المشكلة في الحصة تاع اليوم المعادلات اللي ما تصلحش معاهم المتطابقة الشاهرة، وهما من الشكل هذا، يعني AX مربع زائد BX زائد C تساوي صفر، يعني من الدرجة الثانية بمجهول واحد. كيفاش نحلهم؟ أفهمني مليح وليدي. المعادلات اللي تكون كيما هكذا وما تصلحش عليها المتطابقات الشاهرة الأولى والثانية والثالثة، كيفاش نديرهم؟ متفاهمين؟ وإن كان المتطابقة الشاهرة الثالثة هذيك حالة خاصة، يعني نهضروا عليها وحدها. اكتبوا لي في التعليق هذيك المتطابقة الثالثة مهمة بزاف، وهي الأكثر شهرة والأكثر استعمالا، صح؟ باش ما نعقد لكمش الأمور بزاف.
وما نقولكمش كل حاجه راهي في راسي، نعطيكم برك واش بشويه برك باش تفهموا صح. اذا كيفاش نحل انا المعادله هذه؟ لازم نعتمد على واحد الحاجه قريناها قبل الحصه الخامسه اللي هي الشكل النموذجي. نعتمد على الشكل النموذجي باش نحلوا معادلات اللي ما نقدروش نطبقوا عليهم المتطابقات الشهيره الثلاثه. صح نذكروا مع بعض. بالنسبه للشكل النموذجي قلنا اكس مربع زائد بي اكس زائد سي تساوي في اكس زائد بي على 2 مربع ناقص الجذر التربيعي لدلتا على 2 مربع، حيث ما يساويش الصفر. هذه وحده. والحاجه الاخرى الدلتا واش يساوي بي مربع ناقص 4 سي، ولازم يكون اكبر منه او يساوي الصفر. لماذا؟ باش يكون عندنا جذر دلتا ينتمي الى لاحظ مليح، باش يكون عندنا الجذر التربيعي دلتا ينتمي الى لازم دلتا يكون اكبر من او يساوي الصفر، موجب او معدوم. هذه قلناها في الحصص الماضيه، تقدر ترجع لها صح. الان السؤال كيفاش نعتمدوا على الشكل النموذجي باش نحلوا هذه المعادله. انا نفضل تحبسوا الفيديو تخدموا حدكم له، لان الفكره الان اصبحت واضحه. اذا ننطلق في العمل. نتمنى انكم توفقتوا بعد ما حبستوا الفيديو صح. انا قبل ما نحل المعادله، قبل ما نرجع تساوي الصفر هذه المعادله تاعي، خلونا نركزوا على العباره في حد ذاتها. ايوه، اذا نكتب عنوان صغير: الشكل النموذجي للعباره. نزل العباره برك مش المعادله. المعادله كنجي لها شويه. 3 اكس مربع زائد 14 اكس ناقص 5. هذه العبارة هذه. المشكلة مع الأقلام هذو ما حبوش صح. وكل العبارة هذه نحاول نكتبها على شكل نموذجي. قبل ما نكتبها نحضر لها شوية. واش تساوي 3 المعاملات هذه بي تساوي 14 وسي تساوي ناقص 5. نزيد نحسب المميز دلتا، لازم يكون موجب أو معدوم. نحسبوه يساوي 14 مربع ناقص 4 في 3 في ناقص 5. إذا دلتا ماذا سيساوي؟ اللي هو المميز هذا 14 مربع 14 في 14 196. كاين بعض المربعات مشهورة يعني لما تخدم بها تاتي تحفظها في راسك، يعني تقدر تستعملها بسهولة. عندنا ناقص في ناقص زايد 20 في 3 60 زايد 60. أيوة. إذا دلتا واش يساوي؟ عندنا 6 5 أيوة 256 صح. إذا 256 موجب الجذر التربيعي تاع دلتا يساوي 16. هذا ثاني معروف. كاين مربعات الجذور تاعها واضحة يعني تحفظها بالممارسة. نزيد ثاني نحتاج واش نحتاج أنا ثاني؟ نحتاج على بي على 2 نحسبوه أو نخليوه هكا نحسبوه مش مشكل. البي وشنو هو 14 على 2 في 2 في 3 6. نقدروا نختزلوا هذا واش يمده 14 على 6 هو 7 على 3 بالقسم على 2 باش ما نغلطوش برك. ايوه. ونقدروا ثاني نحسبوا جذر دلتا على 2 مش مشكل. جذر دلتا على 2 تحب تحسبوا تحب تخليه من بعد مش مشكل. 16 على 6 بالاختزال على 2 تمد 8 على 3. الآن الشكل النموذجي أصبح جاهزا. إذا نخلي نكملوا منها برك. أيوة نكملوا منها. إذا 3 إكس مربع زائد 14 إكس ناقص 5 تساوي. باش نحسب المعادلة نحسب العبارة برك. واش تساوي؟ تساوي 3 هذا في طريبيان عندي مربع ناقص مربع صح. إكس زايد بي على 2 شنو هي؟ بي على 2 هي 7 على 3 أيوة مربع ناقص جذر دلتا على 2 هو 8 على 3 مربع. هذا الشكل النموذجي. متفاهمين؟ دوكا الولاد نحوس نحل معادلة. دوكا نرجع نفكر في المعادلة. دوكا باش نحل المعادلة وش هي التقنية العامة لحل المعادلة؟ وش هي؟ لما تكون عندك معادلة من الدرجة الثانية الطرف الأيسر يساوي الصفر، واش معناته؟
لازم الطرف الأيسر هذا نكتبوه على شكل جداء. نرجع للشكل النموذجي. هل نقدر نستعمل الشكل النموذجي في التحليل يعني تاع الطرف الأيسر باش نكتبوه على شكل جداء ولا ما نقدرش؟ دوك العبارة هذه هي نفسها هذه هكذا 3x مربع زائد 14x ناقص 5 هي هذه. إذا نكتبوا هذه على شكل جداء. كيف نكتبوا على شكل جداء؟ راح نستعملوا متطابقة الشهرة الثالثة. على هذيك قلت لكم قبيل بلي المتطابقة الشهرة الثالثة نستعملوها بزاف، فرق مربعين، مربع ناقص مربع. نزيد نذكركم برك ديما نتكلموا عليها a مربع ناقص b مربع، يعني كيما هكذا. واش تساوي؟ تساوي a ناقص b في a زائد b. كون نطبقوا الفكرة هذه هنا، خلينا من ثلاثة، هذه ثلاثة هي برا، ثلاثة راهي برا، نحوس نخدم أنا دوكا لداخل. أيوا صافي. هذا نكتبو على شكل جداء. واش معناته؟ هذا هو A وهذا هو B، A الكبيرة و B الكبيرة هذه. صافي X زائد 7 على 3 ونقص لها 8 على 3. أيوا. وهنا واش هي؟ X زائد 7 على 3 ونزيد لها 8 على 3. A ناقص B في A زائد B. هذا ماشي A هذه، نتكلم على A هذه، على A الكبيرة هذه. صافي. خليو ثلاثة ديما برا، تقدر تحبس الفيديو وليدي وتكمل. هاي وانا نقدروا العاكفات نرجعوهم أقواس. هذه ضرب. صح. ما نوزع ثلاثة، ما تفكر في النشر، ما تفكر في والو، فكر في التحليل برك. متفاهمين؟ راك معايا؟ نشوفوا الوقت برك. ايوا مليح. هنا إكس 7 على 3 تنقص لها 8 على 3 راح تمد ناقص 1 على 3. 7 على 3 وزيد 8 على 3 و15 على 3 يعني 5 إكس زائد 5. إذا العبارة هذه 3x مربع زائد 14x ناقص 5 كتبتها على شكل جداء. واحد فيكم يقول لي يا أستاذ والثلاثة هذه كيفاه نديروا لها؟ هل الثلاثة هذه راهي نوزعوها نخليوها؟ هل نضربوها فيهم في زوج؟ هل نضربوها في الأول؟ هل نضربوها في الثاني؟ شوفوا وليدي، هل ما ندير والو، نخليوها كيما راهي أكثر. أحسن كتابة هي هذه، ما دير والو، خليه مكتوب على شكل جداء كيما راه. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، إذا حبيت تعرف نتايا تعود ثلاث أعداد مضروبين في بعضهم، شغل هذا A في B في C، ها والله نقولوا X T في H في M، هذا T هذا H هذا M. أنت لما تضرب T في H في M ما تقدرش T هذه ما توزعش، الضرب ما يتوزعش على الضرب. هذه لا تساوي T في H في T في M، لا، هذا لا تساوي، مستحيل. هذه واش تساوي؟ هذه إما تضربها مثلا في H والنتيجة في M، صحيح؟ إما تضربها في M والنتيجة في H، يعني تضربها في واحدة منهم. إما تخليها كيما راهي هكذا، يعني تضرب H في M وكسر النتيجة تضربها في T، يعني تساوي T في H في M. الضرب ما يتوزعش على الضرب، يعني أنت ما تقدرش تكسر في راسك، خلي عليها كيما راهي. متفاهمين؟ إذا نلاحظ بلي العبارة هذه كتبناها على شكل جداء. نرجع الآن للمعادلة. قبل ما نكمل اكتبوا لنا هذه الأفكار، هذه المثال هذا حتى لهنا الشكل النموذجي كيفاش كتبنا هذه العبارة على شكل جداء. يعني حللناها هذه العبارة هذه، الطرف الأيسر هذا حللناه إلى جداء 3 عوامل. العامل الأول هو 3، العامل الدوزيام إكس ناقص 1 على 3، العامل التروازيام إكس زائد 5. حبسوا الفيديو وسجلوا لنا هذه. إذا نتابع أبناء التلاميذ. إذا وجدنا قبل قليل بأن 3x مربع زائد 14x ناقص 5 تساوي 3 في x ناقص 1 على 3 في x زائد 5، يعني بالاعتماد على الشكل النموذجي. الآن نرجع للمعادلة تاعي. إذا أنا عندي هذه العبارة تساوي الصفر، معناته هذا الجداء يساوي الصفر. إذا 3 تقدر تحبس الفيديو، أنا ماذا بيا تحبس الفيديو وتخدم في x زائد 5 تساوي الصفر. صح الولاد؟ كاين واحد الخاصية هي خاصية الجداء المعدوم اللي قريتوها في الكاتريام ماني. لما يكون عندي جداء تاع عاملين أو 3 عوامل أو 4 عوامل أو 5 أو مليار عامل، جداء عوامل يساوي الصفر. واش معناته؟ معناته العامل هذا يساوي الصفر أول، أو x ناقص 1 على 3 يساوي الصفر، أو
إكس زائد 5 يساوي صفر. أخي صح؟ دونك السؤال المطروح، هل 3 ممكن يساوي صفر؟ هذا غير ممكن. إذن 3 لا يساوي صفر، هذا نحيوه. خلاص. واش بقى؟ بقى إكس زائد 5 يساوي صفر أو إكس ناقص 3 يساوي صفر. إذن عندي زوج معادلات، كل واحدة منها من الدرجة الأولى. المعادلة هذه تمد لنا إكس يساوي ناقص 5، والمعادلة هذه راح تمد لنا إكس يساوي 1/3. إذن واش نقول الآن أنا؟ مجموعة حلول المعادلة، هذه المعادلة 3 إكس مربع زائد 14 إكس ناقص 5 تساوي صفر. وش هي مجموعة الحلول؟ هي آس اللي تتكون من حلين فيها عنصرين هما ناقص 5 و1/3. ترتيب غير مهم، المهم هذو هما الحلين. وتقدر وليدي إذا كان راه عندك الوقت، أنا ما نقدرش ندير لك التحقيق معاك، يديني الوقت، عوض المرة الأولى، عوض إكس بناقص 5 هنا واحسب. نقدروا يعني نحسبوها بسرعة. ناقص 5 مربع هو 25 في 3 75، و14 في ناقص 5 ناقص 75. صح. ناقص 70 ناقص 75 ناقص لها 70 5 ناقص 5 0. الحل الدوزيام 1/3 تحقق به واحد كي. إذن لاحظ بلي المعادلة هذه ما قدرناش نطبق عليها المتطابقات الشاهرة، وبالتالي طبقنا على الشكل النموذجي وقدرنا نحلوها. أبناء التلاميذ سجلوا لنا هذا الحل هذا. إذن أبناء التلاميذ، واش فهمتوا نتوما الحل الآن في الحصة هذه؟ بلي المعادلات اللي تكون من الشكل أكس مربع زائد بي إكس زائد سي تساوي صفر، إذا ما قدرناش نحلوها باستعمال المتطابقات الشهيرة نروحوا للشكل النموذجي. صح. إذن العنوان تاعنا في الحصة هذه هذا، وين عرفنا العنوان؟ حل هذه المعادلات باستعمال الشكل النموذجي. صح. الآن نخدموا بصفة عامة، يعني نخدموا على المعادلة هذه كما راهي بصفة عامة، يعني شغل نلقاو قاعدة كيفاش نخدموا. متفاهمين؟ صح. إذن كيف نحل المعادلة أكس مربع زائد بي إكس زائد سي تساوي صفر عموما، يعني في الحالة العامة في آر. طبعا مع الشرط هنا وشني لا يساوي الصفر. إذن كما شفتوا في المثال تاع قبيل، باش نحلوها هذه لازم نستعملوا الشكل النموذجي. صح. إذن نكتبوا معليش مشكل. إكس مربع زائد بي إكس زائد سي تساوي صفر، معناه في إكس زائد بي على 2 مربع ناقص الجذر التربيعي لدلتا على 2 مربع يساوي الصفر. مادام لا يساوي الصفر، وشكون يبقى يساوي الصفر؟ يبقى هذا برك. ولأن لا يساوي الصفر، واش بقى هذا يساوي الصفر، فإن باش نكتب هنا فإن إكس زائد بي على 2 كل مربع باش نحلها كيفاه ناقص الجذر التربيعي لدلتا على 2 الكل مربع يساوي الصفر. طبعا باش نحل المعادلة هذه لازم هذا الفرق هذا نحلو نكتبو على شكل جديد باستعمال المتطابقة الشهيرة الثالثة. واحد آخر يقول لي أستاذي هنا طبقنا عليها المتطابقة الشهيرة الثالثة، هي وقتاش؟ بعد ما كتبنا على شكل نموذجي، يعني قبل الشكل النموذجي ما كنتش قادر تطبقها مباشرة. متفاهمين؟ هذه لازم تفهم واش رانا نديرو. معناه أولدي ستيلوات هذولا صح. معناه نحذف تاع عاكفة هنا، عاكفة في عاكفة تساوي الصفر، معناته إكس زائد بي على 2 ناقص جذر دلتا على 2 في إكس زائد بي على 2 زائد
جذر دلتا على 2 هذا الجزء يساوي صفر. معناه العاكفة ترجح المقواس معليش، أيوا تساوي صفر. حبس الفيديو وليدي وحاول تختم. معناه إكس نحي الأقواس هذو، إكس زائد بي على 2 ناقص جذر دلتا على 2 في إكس زائد بي على 2 زائد جذر دلتا على 2 تساوي صفر. نبسطو شوية. معناه القوس الأولى هذه واش تولي والقوس الثاني واش تولي. أنا نخدمو من الأول ديما رينا بمعادلة صح. هنايا عندنا 2 كمقام مشترك، إذا إكس زائد نقدر نكتبها هنا 2 في المقام، والفوق بي ناقص الجذر التربيعي لدلتا، وهنا إكس زائد عندي 2 في المقام، والفوق عندي بي زائد الجذر التربيعي لدلتا. إذا معادلة الجداء معدومة، هذه معادلة الجداء يساوي الصفر. واش معنى الكلام هذا؟ معنى هذا يساوي الصفر أو هذا يساوي الصفر. أيوا معناته إكس زائد بي زائد جذر دلتا على 2 يساوي الصفر، أو إكس زائد بي ناقص جذر دلتا على 2 يساوي الصفر. نواصل. أين الهدف شنو هو؟ نلقى قيمة إكس اللي هو المجهول. أيوا إذا إكس ماذا يساوي؟ يساوي الناقص، لما ننقل هذا الزايد ناقص وخلي كسر كيما راه، ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 يعني الناقص ما دخلكش على البسط والمقام، عفوا على البسط، ناقص تسبق الكسر كيما راه بلاصه. أو إكس يساوي، لما ننقل هنا تولي ناقص، أيوا تولي هنايا ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 نقدر الناقص هذه ندخلها تولي ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 واحد آخر يقول لك، واحد ما كيما يقول لي أستاذ لا ما دخلتهاش هنا ما ندخلوهاش خير، خلي مجموع كيما راه وكي نحسبوه ندخلو ناقص. أما هذا معليش ندخلوها. متفاهمين؟ واش حاب يقول هنا؟ هنا بطبيعة الحال لازم الشرط هنا ثاني دلتا يكون أكبر أو يساوي صفر باش المعادلة هذه تقبل حلول في إذا أنا مضطر باش نمسح هذه باش نكمل. أيوا صح. لما دلتا أكبر أو يساوي صفر فإن المعادلة هذه أكس مربع زائد بي إكس زائد سي تساوي صفر تقبل حلين في وشكون هما الحلان هذو؟ هما إكس يساوي ناقص بي زائد الجذر التربيعي لدلتا على 2 أو إكس يساوي، عفوا هنا نخليو هذا كيما راه بنفس الترتيبة، الناقص هاي جاي هنا. أيوا أو إكس يساوي ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 شوفوا تفهموا في كلمة أو هذه. أنا كي نقول عندنا حلين، إذا كان خليت نفسه إكس نفس الترميز ندير أو، إذا كان بدلنا الترميز هذا نفرضوا اسمه إكس واحد وهذا إكس 2 هنا ندير واو صافي. إذا كان دلتا أكبر من أو يساوي صفر المعادلة هذه تقبل حلين في متفاهمين؟ هما إكس واحد وإكس 2 صح. وبالتالي هنايا إذا مجموعة حلول هذه المعادلة، مجموعة حلول هذه المعادلة هي تساوي، نكتب الحلين هذو. الحل الأول هو ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 والحل الثاني هو ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 أبناء التلاميذ سجلونا النتيجة هذه اللي وصلنا لها. نعم. إذا لنواصل أبنائي التلاميذ بعدما سجلتم هذه المعلومات المهمة. إذا هناك أيضا نتيجة مهمة يمكن أن نشير إليها، نتيجة مهمة يجب أن نشير إليها بعدما طبقنا الشكل النموذجي على هذه المعادلات.
واستنتجنا الحلين يعني كيفاش نكتبوهم بصفة عامة. قلنا إكس واحد يساوي ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 أ، وإكس 2 يساوي بي زائد جذر دلتا على 2 أ. وقلنا مجموعة الحلول هذه فيها حلين أسواء هما إكس واحد وإكس 2. إذن فيما تتمثل النتيجة المهمة هذه؟ إذن في الحقيقة لما حلينا المعادلة هذه من الدرجة الثانية، الآن نقدروا نكتبوا التحليل تاع العبارة إكس مربع زائد بي إكس زائد سي. واش حاب يقول؟ احنا الحلين هذو إكس واحد وإكس 2 منين جبناهم؟ جبناهم من الشكل نموذجي. دوكا نفكروا بطريقة عكسية، يعني كيفاش نعودوا نقدروا نديروا التحليل نتاع عبارة من الشكل إكس مربع زائد بي إكس زائد سي، يعني كيفاش نكتبوها على شكل جداء بالاعتماد على المميز دلتا، وطبعا على المعاملين بي و أ. صح؟ دونك تفهموني واش حبيت نقول. يعني عندنا إكس مربع زائد بي إكس زائد سي. واش نقدروا نكتبوها؟ نقدروا نكتبوها أ مضروبة في ماذا؟ صح، مضروبة في إكس ناقص إكس واحد مضروبة في إكس ناقص إكس 2. نعم، هذه النتيجة المهمة هذه. نشرحوها علاش؟ تقدروا تحبسوا الفيديو تشرحوها أو نشرحها ما كاينش حتى مشكل. احنا واش قلنا حسب الشكل النموذجي؟ قلنا بلي أ إكس مربع زائد بي إكس زائد سي يساوي أ في ماذا؟ في إكس زائد بي ناقص جذر دلتا على 2 أ مضروب في إكس زائد بي زائد جذر دلتا على 2 أ. يعني أرجع شوية برك للخلف، دقائق الخلف، كتبنا الكتابة هذه، متفاهمين؟ وبالتالي نقدر نكتبوها تساوي أ في، خلينا من إكس هذا إكس. وش علاقة بي ناقص جذر دلتا على 2 أ بإكس 2؟ هيا بإكس 2 هي. وش علاقتها بإكس 2؟ بي ناقص جذر دلتا على 2 أ، لاحظ هو المعاكس نتاع ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 أ. كيفاش؟ لو ندخل الناقص هذه هنا، ناقص بي تولي بي، وزائد جذر دلتا تولي ناقص جذر دلتا. إذا بي ناقص جذر دلتا على 2 أ هذا ما هو إلا ناقص إكس 2. صح، وبالتالي هذا نقدر نكتبوه هنا مش مشكل، الضرب تبديلي أخي. إذا نقدر نكتبوه هنا إكس ناقص إكس 2. صح. وش علاقة دوكا بي زائد جذر دلتا على 2 أ؟ بي زائد جذر دلتا على 2 أ وش علاقته بناقص بي زائد جذر دلتا على 2 أ؟ إذا بي زائد جذر دلتا على 2 أ هو المعاكس نتاع هذا، لأنه ناقص في الناقص راح تمد لي زايد وبالتالي يتنحو. وهذا ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 أ وشنو هو؟ هو ما هو إلا إكس واحد. عفوا، إذا بي ناقص هذه، إذا بي زائد جذر دلتا على 2 أ ما هو إلا ناقص إكس واحد. متفاهمين؟ وبذلك هنا نقدر نكتب إكس ناقص إكس واحد. واضح؟ إذا ما فهمتوش الشرح هذا اكتبوا لي في التعاليق. المهم أنه العبارة اللي تكون من الشكل أ إكس مربع زائد بي إكس زائد سي هذه نقدر نكتبوها أ في إكس ناقص إكس واحد في إكس ناقص إكس 2. يعني حبيت نفهمك برك هنا، يعني بعد ما نحلوا المعادلة نقدروا نكتبوا التفكيك تاعها. متفاهمين؟ صح. راح نشوفوا مثال على الكلام هذا باش تفهم مليح. إذن مثال لنحل المعادلة 2 إكس مربع ناقص 7 إكس يساوي 4 في المجموعة R باستعمال، نقول الشكل النموذجي أو نقول باستعمال المميز دلتا. كيف كي نقول بالمميز استعمال المميز دلتا يعني بالاعتماد على الشكل النموذجي.
حبسوا لي الآن الفيديو وليداتي وخدموا لي هذا المثال. صح. إذا كما راكم تلاحظوا الأولاد، أول حاجة نديرها المعادلة هذه لازم نكتبوها كما هذا الشكل. واش حاب يقول؟ إذا معناه 2 إكس مربع ناقص 7 إكس، ننقل 4 منها ترجع ناقص 4 تساوي صفر. يعني نكتبها صفرية، الطرف الأيمن صفر. صح. بعد ذلك نحاول نحدد المعاملات. تساوي 2، ب تساوي ناقص 7، و سي تساوي ناقص 4. بعد هذا راح نحسب المميز دلتا. دلتا واش يساوي؟ يساوي ناقص 7 مربع ناقص 4 في في سي، يعني في 2 في ناقص 4، وبالتالي دلتا ناقص 7 مربع هو 49، ناقص في الناقص زايد 4 في 2 8 في 4 32، وبذلك دلتا يساوي يساوي 81. إذا الجذر التربيعي لدلتا يساوي 9. واش نقول؟ بما أن 81 موجب جذر دلتا ينتمي لآر، ما كانش مشكل، فالمعادلة تقبل حلين في آر. وشكون هما إكس واحد و إكس 2. إكس واحد واش يساوي؟ نطبق عليه القاعدة، نكتبها معليش، ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 ولما نعوض هنا ناقص بي شحال؟ ناقص 7 يعني 7 زائد الجذر التربيعي لدلتا هو 9. كل شيء راه واجد قدامك هنا، على 2 في 2 في 2 4، 9 زائد 7 16 على 4 تساوي 4. إذا إكس واحد يساوي 4. إكس 2 واش يساوي؟ نطبق عليه القاعدة، يساوي ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 وتساوي، لما نطبق عليه القاعدة معليش خلينا نكتبها هنا برك، يساوي ناقص، راني نجيب فيها منه برك هذوك، يعني نطبق في القاعدة مباشرة. هنا ما رحناش درنا الشكل النموذجي ولا مباشرة، نطبق في القوانين اللي راه عندي. إذا عندي ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 وتساوي ناقص، أيوا البي الآن هي ناقص 7 زائد، لا الناقص هذه برا، هي قدام خط الكسرة مش قدام البي، صح، زائد 9 على 2 في 2 4، 9 ناقص 7 2 على 4 تساوي 1 على 2. أيوا إذا إكس واحد يساوي 4 وإكس 2 تساوي 1 على 2. نكمل هنا. إذا مجموعة حلول المعادلة، شكون هي المعادلة دي؟ 2 إكس مربع نكتبها كيما عطاها لي، ناقص 7 إكس تساوي 4 في آر، في مجموعة الأعداد الحقيقية. مجموعة الأعداد الحقيقية هي مجموعة الحلول، شكون هي؟ اس تساوي 4. الحل الأول هو 4 والثاني 1 على 2. الترتيب غير مهم. نقدر نكتب الآن إذا كنتيجة برك، نطبق النتيجة هذه اللي قلنا باش تفهمها برك. إذا 2 إكس مربع ناقص 7 إكس ناقص 4. 4 ننقلوها لازم لنا. الآ قداش هو 2؟ أيوا 2 في إكس ناقص 4 في إكس ناقص 1 على 2. هذه النتيجة مهمة بزاف. إذا سجلونا هذا الفيديو طال شوية. السلام عليكم.